يسعد أوقاتكم يا رب. اليوم حبيت أعمل معكم كيكة الزبرة الرخامية، كيكة كتير طيبة بتقدروا تقدموها بأي وقت، تعملوها بأي مناسبة، وصفة كتير سهلة وطريقتها ولا أروع من هيك. تابعوا الفيديو بالتفصيل حتى تشوفوا كيف عملتها. شايفين ما أحلى شكلها، نفش وطراوة غير شكل. أول شي جبت صحن مجوبر، حطيت فيه 4 حبات بيض ومعلقة كبيرة من الفانيلا. طبعا أهم شي البيض يكون بحرارة الغرفة عندي، وبحركهم سوا كتير منيح لحد ما يتجانسوا. بس يتجانسوا راح أحط عليها كاسة من زيت المازولا، زيت القلي. طبعا عيار الكيكة عندي كلياته بنفس الكاسة. بعد ما حطيت الزيت بحركه سوا كتير منيح مع البيض حتى ما يتجانس. بعدها راح أسقط عليها كاسة من السكر. السكر انتو اختيار قد ايه حابين، فيكم تزيدوا فيكم تقللوا قد ما انتو حابين يكون حلاوة الكيك. أنا هون حطيت عندي كاسة، بحركها لتتجانس مع خليط البيض. وبعديها رح أسقط كاسة من اللبن العادي، لبن الطبيخ، أي لبن انتو عندكم موجود. بنفس الكاسة ضفت كاسة واحدة من اللبن، بحركها لحد ما تتجانس تصير عندي بهيك شكل. جبت هون طحين، أنا عندي كاستين من الطحين المنخول مع معلقة كبيرة من البيكنج باودر، حركتهم سوا. ورح أسقط الطحين بالتدريج على الخليط شوي شوي. أنا هون عندي احتجت الكاستين كاملين، ممكن تحتاجوا أكتر أقل على هوا نوع الطحين عندكم. أنا استخدمت كاستين من الطحين تماما. بحركهم سوا كتير منيح لحد ما يتجانس عند الخليط. بعدها بجيب صحن تاني وبقسم الخليط بالنص. خليط رح أخليه فانيلا، وخليط رح أحط معاه كاكاو. هون حطيت 3 معالق كبيرة من الكاكاو السادة غير المحلى، و3 معالق كبيرة من الحليب. ممكن تحتاجوا حليب أقل أو أكتر على هوا نوعية الطحين والكاكاو عندكم. أنا احتجت هون 3 معالق كبيرة من الكاكاو و3 معالق كبيرة من الحليب. بعد ما تجانسوا جبت قالب دهنته بزيت وطحين، وحطيت طبقات مثل ما انتو شايفين شوكولاتة وفانيلا. وهلأ بحطه بفرن محمى قبل بوقت على درجة حرارة 180. رح أخليه 45 دقيقة، ما رح أفتحه أبدا. وهيك بعد ما جهزت عندي الكيكة انخبزت. طبعا ريحتها بتشهي وطعمها وطراوتها غير شكل، بتمنى تجربوها. من أطيب أنواع الكيك، وصفة كتير مميزة. إذا حبيتوا الفيديو بتمنى تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير.